اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. ان شاء الله النهارده هنعمل وصفه جميله، هي كفته الحاتي. كأنك بتاكلي في احلى مطعم، بتاكلي كفته بجد بجد، يعني ملهاش حل. ان شاء الله المقادير سهله وبسيطه، وتقدري تعمليها من ربع كيلو لحمه. تمام. هنخش في المقادير بتاعتنا على طول، بس قبل ما ندخل في المقادير ما تنسوش تشتركوا في قناتي اسهل وصفات مع مطبخ نونا. المقادير بتاعتنا عندنا هنا بصلايه وسط مبشوره، تمام، هي لسه بالميه بتاعتها، لسه هصفيها من الميه. وعندي هنا ربع كيلو لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه ديت طبعا ملبسه، تمام. لان اللحمه المفرومه الملبسه بتبقى احلى من اللحمه المفرومه الحمراء، تمام. وعندي هنا دي كوبايه فول صويا انا نقعتها، وبعد ما نقعتها صفيتها من الميه وقمت فرماها في الكبه، وبقت عندي بالشكل ده، تمام. ما فيهاش اي ميه خالص، لنجاح الوصفه ان ما يبقاش فيها ميه خالص، تمام. البهارات بتاعتنا زي ما احنا شايفين، عندي ملح ناعم، وعندي شطه، وعندي توم بودره، معلقه كبيره بس ماهيش هرميه، ممسوحه. وعندي هنا فلفل اسود، وعندي هنا دي جوز الطيب، تمام. انا ببشر منها شويه اللي هو ده، ما تكتريش علشان لما هي بتكتر بتمرر، يعني كترها غلط، وخليكي في المعقول، يعني حوالي ربع معلقه صغيره، تمام. بس هي بتدي للطعم للكفته جميل جدا. دي البهارات بتاعتنا، مش هنستخدم اي حاجه تاني. هنحط بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا، افتحها بس كده لان هي كانت متلجه، تمام. حطيت اللحمه بتاعتنا، وهصفي البصلايه المبشوره بتاعتنا زي ما احنا شايفين، بصفيها خالص، مش عايزه اي نقطه ميه تكون لا في البصل ولا في الصويا. كل سنه وانتم طيبين. تكبيرات الحاج شغاله في الجامع، ربنا يديم الايام دي علينا على خير. كل سنه وحضراتكم طيبين. بصفيها كويس، صفيت البصلايه خالص من الميه ديت انا مش هرميها، انا هحتاجها دلوقتي مع الكفته، تمام. وهنحط البهارات بتاعتنا، هحط الملح، وهحط الفلفل، وهحط الثوم البودره، وهحط شويه شطه، وشويه جوز الطيب. جوز الطيب دي كويسه بتحطيها في الكبه وتفرميها، تمام. لو الكبه بتاعتك مش كويسه نوايتها، يعني قصدي، فبتبشريها، او احسن حاجه ان انت تبشريها بالمبشره، بالاتجاه ان انعم حاجه، تمام، انعم حاجه في المبشره. المكونات مع بعض زي ما احنا شايفين كده، كلها مع بعض. طبعا هي كده ما تنفعش ان انا اشتغل بيها، تمام. وانا بصور لكم مقطع مقطع علشان تشوفوا المرحله اللي انا عايزه اوصل لها. هي كده كلها المكونات لمت مع بعض، بس زي ما انتم شايفين كده، بصوا، انا مش عايزاها كده. كده يعتبر ان هي خشنه، انا ممكن اخدها كده وافضل احطها في الكبه وافرمها كويس جدا لغايه ما تنعم معايا. بس انا مش هشتغل كده، انا هشتغل ان انا ادعكها مع بعض، علشان في ناس ممكن ما يكونش عندها كبه، تمام. فاحنا بنبسط الامور على بعض. فانا هفضل اعجن فيها كويس لغايه ما يطلع عند الخيوط، لغايه ما الاقيها تنعم معايا قوي. وبصوا زي ما انتم شايفين معايا كده، بلاقي بقى خيوط بتطلع منها كده. لما الاقي الخيوط طلعت منها كده يعتبر انا خلصت كده، نعمت معايا وجاهزه على التصبيع على طول، تمام. هاخدها بس كمان لفه كده زي ما احنا شايفين، وافضلي اعملي بس كده، اعجنيها كويس، هتلاقيها بتنعم معاكي وبتطلع الخيوط اللي انا بقولك عليها دي. اهو شايفين، نعمت معايا خالص وبتطلع الخيوط اللي انا بقول عليها اهي، تمام. كده انا وصلت للمرحله المطلوبه. دلوقتي احنا هنبدأ مع بعض مرحلة التصبيع، تمام. انا هصبع على ايه؟ عندك قلم، عندك عصيان الشيش طاووق، تمام، هتحطي اتنين مع بعض وتصبعي عليهم. عندك السيخ بتاع الكفتة، تمام. ممكن قش ليمون ده، تمام. ممكن مفك بس اغسليه كويس، تمام.
كل ديت حاجات احنا ممكن نصبع عليها. انا هصبع معاكم على عصايه الشيلمون. تمام. انا هجيب قطع كده من اللحمه زي ما احنا شايفينها كده، وزي ما احنا شايفين بفرك كده. بجيب الميه بتاعه البصل اللي انا قلت لكم عليها هنستخدمها، انا حطيت لها ذره ملح وحبه توم بودره وحبه فلفل. ببل ايدي بله خفيفه خالص، مش عايزه ميه كتير ولا اي حاجه، وبصبع بيها الكفته زي ما احنا شايفين كده اهي. شايفين الكفته ناجحه معاكي، ما بتقعش من على الحاجه اللي انت بتصبعيها عليها. تمام. لو الكفته بتقع يبقى انت في حاطه فيها حاجه غلط. وهشد كده وهرصصها في الطبق. نعمل واحد كمان مع بعض. نجيب قطعه لحمه كده واصبع زي ما احنا شايفين كده. اخد بله بسيطه كده من ميه البصل واصبعها. ممكن تحطي مع ميه البصل ديت معلقه كاتشب او معلقه صلصه، بس انا الصراحه ما بحبش احط اي طماطم عشان بتديها لون بسرعه. تمام. ولا بيكنج باودر في الكفته ولا اي حاجه، والكفته بتاعتك هتطلع جوسي وطريه جدا، وما شاء الله هتبقى معاكي كميه حلوه. تمام. شايفين الصبع اهو ما بيقعش ولا اي حاجه. واشده كده. انتهيت من التصبيع بتاع الكفته، ودي الكميه كلها من ربع كيلو لحمه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله عمل لي كميه حلوه. وشايفين يعني كمان الصابع كبير، يعني عايزه اقول لكم بس على مقاس ايدي علشان تعرفوا ان هو كبير. تمام. شايفين لغايه هنا ما شاء الله، وتخين ومن جوه مهوى برضو، يعني هيطلع معاكي مش مكتوم وجوسي وجميل جدا. تمام. لو احنا عايزين نفرز الكفته بتاعتنا دي هنعمل ايه؟ زي ما انا حطاه كده في الطبق، هقوم اخداه وحطاه في الفريزر لغايه ما يتشمع معايا ويبقى جامد شويه، وبعد كده اقوم جايباه رصاه في القوالب استفنج، واقوم حاطه بين كل طبقه وطبقه كيس. تمام. لو انا هشتغل واحمر الوقت مثلا علشان تاكلي منه ولا اي حاجه، تبداي تحمري وتاكلي منه على طول. الكفته بتاعتنا يا جماعه بعد ما احنا حمرناها، انا حطيت شويه زيت صغيرين خالص في المقلي وحمرتها زي ما بحمر اي حاجه خالص. تمام. النار بتبقى هاديه عليها شويه، يعني وسط، اقل من الوسط شويه. تمام. لو انت حابه تحطها في الفرن دخليها الفرن ماشي، بس الصراحه النتيجه بتاعتها على المقلي بتبقى احلى حاجه. وبعد كده انا حطيت ورقه فويل وحاطه فيها فحم سخن، وبنزل عليه بحبه زيت كده. تمام. هو المفروض دلوقتي ان انا بغطي، بس عشان التصوير مش هعرف اغطي دلوقتي، هبقى اغطي بعد التصوير. تمام. وبألف هنا عليكم يا رب، ومع السلامه.